بيبدأ المسلسل النهاردة في مكان غامض كده في نص الليل. بنشوف شخص ملثم وبيبقى مغطي وشه ولسه واصل، وبيبان عليه انه بيدور على حاجة معينة، وهو ماشي بيسمع صوت جاي من الحمام، فبيدخل يشوف في ايه وبيتصدم لما بيلاقي جثة غرقانة في البانيو ومتحللة تماما، وبياخد لها شوية صور بسرعة، وبعدها بيروح لجهاز انذار الحريق وبيشغله وبيسيب المكان ويمشي كأنه عايز يبعد عن اي شبهات. وبعدها بنرجع بالأحداث لمدة 56 يوم قبل الحادثة، وبنتعرف على كيرا، بنت جميلة وهادية جدا، وهي بتستعد تنزل شغلها، وهي في الطريق بتعدي على محل تجيب أكل، وهناك بيكون في شاب واقف بيراقبها لأنه معجب بيها وبيستناها بره المحل، ولما بتخرج بينادي عليها وبيبدأ يفتح معاها كلام، وبيعرفها إن اسمه أوليفر، وكيرا بتقوله إنها شغالة في قسم الدعم الفني في شركة كبيرة قريبة، وهو بيقولها إنه مهندس كمان معماري، والكلام بينهم بيمشي بسلاسة وبيتفقوا يتقابلوا تاني، وكيرا بتسيب له رقمها. لكن أول ما بتمشي ملامح أوليفر بتتغير وبيبان على وشه نظرة مش مريحة خالص، وبنرجع للحاضر تاني، والشرطة بتوصل لمسرح الجريمة، والمحقق كارل ومعاه أخته لي بيبدأوا يعاينوا المكان، وبيكتشفوا إن الشقة دي كانت مسرح جريمة قديم قبل كده ومات فيها كذا ضحية، لكن القضية المرة دي معقدة لأن الجثة متحللة ومفيش طريقة سهلة للتعرف عليها، وكمان إن قسم الإطفاء هو اللي اكتشف الجثة بعد بلاغ إنذار الحريق، والجيران محدش فيهم عارف حاجة، وصاحب الشقة بيقول إن المستأجرين بيتغيروا طول الوقت ومش بيفضل حد كتير. وبنرجع للماضي تاني، تحديدا اليوم الثالث اللي هيتقابل فيه أوليفر وكيرا، وكل واحد فيهم بيستعد وبيحاول يلبس أحسن حاجة عنده، لكن قبل ما أوليفر ينزل بيوصل له رخصة سواقة جديدة، وبيبان إن معاه رخصة قديمة من ولاية تانية وباسم مختلف، ومرة باسم أوليفر كينيدي ومرة تانية باسم أوليفر جينج، وبيحتار لحظة وبعدين بيقرر يستخدم الرخصة الجديدة وينزل يقابل كيرا. وفي المقابلة دي بيبدأوا يتكلموا عن حياتهم أكتر، وكيرا بتحكي له إن عندها أخت، وهو كمان بيقول إن عنده أخ، والسهرة دي ماشية لطيفة جدا، وكيرا بتبدأ تحكي له عن حبها للفضاء، وبتقول له كمان إن وهي عندها 14 سنة المدرسة أخدتهم رحلة المعرض في صور من وكالة ناسا، وكانت وقتها منبهرة جدا بالصور وبفكرة الفضاء كلها، وبتحكي له كمان إن كان في ولد اسمه تايلر قاعد جنبها وكانت معجبة بيه، لكن وقت العرض هي كانت مركزة أكتر مع الصور اللي قدامها ومبهورة بكل حاجة. وأوليفر بيسألها فجأة عن تايلر وباين عليه إنه بيغير بشكل مبالغ فيه وهم لسه متقابلين، لكنها بتطمنه وبتقوله إن الموضوع ده قديم جدا وهي قطعت علاقتها بالولد ده من سنين. وفجأة أوليفر بيستأذن ويروح الحمام، وهناك بيتصل بطبيب نفسي اسمه دان، ودان ما بيردش في الأول، فبيسيب له رسالة صوتية وبيقول له فيها إن حالته بتسوء وإنه ممكن يرتكب حاجة ممكن يندم عليها بعدين، وبيطلب منه يتصل بيه أول ما يسمع الرسالة. وهو خارج من الحمام بيلاحظ بنت واقفة وبتبص له بتركيز غريب كأنها واخدة بالها منه قوي، وبيرجع يقعد مع كيرا لكن بيبقى واضح إنه متوتر، وبيعرض عليها إنهم لازم يمشوا دلوقتي، وبيطلب لها عربية وبيسمعها وهي بتدي السواق العنوان، لكنه بيرفض يركب معاها وبيقول لها إنه هيروح لوحده، وبتسيبه تمشي، وهو بيفضل واقف في مكانه وعينيه متابعة العربية وهي بتبعد، ووشه راجع لنفس التعبير الغامض اللي ظهر عليه من الأول. وبنرجع للحاضر تاني لما المحققة لي وهي راجعة مسرح الجريمة وبتبدأ تحط شرايط التحذير على ممنوع اللمس، ولما بتيجي تفتح باب الحمام الريحة بتكون صعبة جدا لدرجة إنها مش قادرة تدخل، وبتقف لحظة تحاول تستوعب المنظر قبل ما تكمل شغلها. وفي نفس الوقت أخوها كارل بيكون قاعد مع صاحب الشقة وبيطلب منه كل تسجيلات الكاميرات اللي في المبنى، وهو بيلف في المكان بيوصل للجراج الخاص بالشقة اللي حصلت فيها الجريمة، وبيلاحظ إن المستأجر ما كانش عنده عربية أصلا، لكن في نفس الوقت باين إن في حد كان بينقل حاجة من هناك وساب عربية معدن صغيرة واقفة في نفس المكان بتاع الركنة. وعلى طول كارل بيطلع موبايله وبياخد صورة كدليل، وبنرجع تاني اللي قبل الحادثة تحديدا اليوم الرابع، وكيرا بتوصل شقتها الجديدة وبتكلم أختها في التليفون، بتحكي لها إن الشقة اللي أجرتها مليانة حشرات ومش أحسن حاجة خالص، لكن مميزاتها إنها قريبة من المواصلات ومش هتحتاج تشتري عربية. وأختها بتفرح بالكلام ده جدا، خصوصا إنهم أصلا مش معهم فلوس كتير، وكيرا هي اللي شايلة مصاريف البيت. وأختها بتسألها لو قابلت حد في المدينة الجديدة، لكن كيرا بتتهرب من السؤال وما بتجيبش سيرة أوليفر خالص. على الناحية التانية أوليفر بعد ما بيخلص شغله المدير بيشكره على مجهوده قبل ما يمشي، وهو خارج بيتصل بكيرا وبيعزمها يخرجوا بالليل في مسرح قديم، لكن قبل ما يتحرك بيلاحظ المدير وهو بيسلم على مراته، وأوليفر بيفضل مركز معاهم بشكل غريب وكأنه بيراقب كل تفصيلة بتحصل. وبالليل هو وكيرا بيتقابلوا في المسرح والجو بينهم بيبقى ألطف من قبل كده، وبعد ما بيخلصوا بيقترح أوليفر ياخدها مكان يوريها فيه تجربة عن الطيران، فبيروحوا لمكان فيه مراوح ضخمة جدا، ولما بيقفوا قدامها الهواء بيبقى قوي لدرجة انهم بيحسوا انهم بيطيروا، واللحظة دي بتقربهم من بعض وفي النهاية بيدخلوا مع بعض في علاقة. وبعدها كيرا بتلاحظ علامة واضحة على جسم أوليفر وبتسأله عنها، وبيرد بسرعة وبيقول انها حادثة قديمة من غير ما يدي اي تفاصيل.
الموضوع ده بيضايقها جدا لكنها ما بتضغطش عليه. وتاني يوم لما بتصحى بتلاقيه مش جنبها في السرير، فبتقوم تدور عليه في الشقة، ولما بتوصل بتلاقيه قاعد لوحده وبيعمل تمارين غريبة وحركات مش مفهومة كأنه بيحاول يسيطر على نفسه أو يفرغ طاقة جواه، ووشه باين عليه توتر مش طبيعي. وبنرجع للحاضر لما بتوصل مذكرة تفتيش للشقة، وكارل وأخته ليه بيدخلوا الشقة ومعاهم فريق كامل بيفتشوا المكان. ومن أول نظرة باين إن الشقة مقفولة بقالها فترة طويلة، والتراب متراكم والأكل متساب زي ما هو في مكانه ومحدش لمسه، وجاكيت كيرا لسه متعلق في مكانه وكأنها خرجت ومرجعتش تاني. ولما ليه بتفتحه بتلاقي جواه هدية متغلفة من نفس المحل اللي أوليفر كان اشترى منه قبل كده. وهنا الصورة بتبدأ توضح إن كيرا كانت نقلت جزء من حاجتها وعاشت مع أوليفر في الشقة دي. وبنرجع تاني للماضي، وكيرا وهي ماشية في الشارع بتلاقي بنت بتوقفها وبتعرف نفسها إن اسمها جين، وبتقول إنها هتعرف أوليفر كويس، وجين بتحذرها وبتقولها إنها لازم تاخد بالها منه. لكن كيرا بترد ببرود وبتقولها ما تتدخلش في حياتها الخاصة وبتسيبها على طول. رغم كده كيرا بتاخد صورة لجين من بعيد من غير ما تحس، وهي راكبة القطر ملامحها بتتغير وبيبان إنها مش مجرد بنت داخلة في علاقة عادية. بتفتح تليفونها وبتبدأ تدور وبتجمع معلومات أكتر عن أوليفر وعن ماضيه وإدمانه للمخدرات وحتى شكل الخزنة اللي موجودة في بيته. والمشهد ده بيكشف إن كيرا من أول يوم قابلت فيه أوليفر كانت مرتبة أصلا كل خطوة، وإن هويتها نفسها مزيفة، ما كانتش صدفة ولا إعجاب عابر، كانت بتراقبه من البداية ومخططة لكل حاجة بتحصل حواليهم. وفي أول يوم اتقابلوا فيه أوليفر وكيرا كانت كيرا محضرة لكل حاجة قبلها بوقت كبير، دخلت المكان وهي عارفة هتعمل إيه كويس، وفضلت تراقب تحركات أوليفر وتتأكد إنه فعلا بيراقبها زي ما كانت شاكة. ولما خرجوا مع بعض كتبت تحت رقم تليفونها شوية ملحوظات صغيرة علشان تشد انتباهه وتخليه يفضل فاكرها. لكن أوليفر لما رجع الشغل فتح اللابتوب بتاعه وكتب اسم كيرا على الإنترنت علشان يدور عليها، وملقاش أي معلومات عنها خالص، كأنها مش موجودة من الأساس. وبعدها المدير وصل المكتب وقعد يتكلم مع أوليفر عن والده المتوفي، وقال له إنهم كانوا صحاب من أيام ما كانوا بيبنوا الشركة دي مع بعض. وكان واضح جدا إن المدير بيعتبر أوليفر زي ابنه وبيحاول يقرب منه دايما. وبنرجع للحاضر وفريق المحققين بيبدأوا يطلعوا الجثة من البانيو، والمنظر بيأكد إن القاتل قطع الجثة قبل ما يحطها في المية علشان يسرع عملية التحلل. والمحققين بيبدأوا يدوروا في الشقة على أي دليل يحدد حتى هوية الضحية، وبيميلوا لفكرة إنها بنت في العشرينات. وواحد من المحققين بيلاحظ دواء غامض جنب السرير فبياخده علشان يبقى دليل. وبنرجع للماضي بعد مواجهة كيرا مع جين، وكيرا بتبص في الصورة اللي أخدتها لها وبعدين بتبدأ تصور نفسها كأنها بتوثق حاجة معينة. وفجأة بيجي لها اتصال من أختها، وهنا بنعرف إن اسمها الحقيقي مش كيرا أصلا وإن اسمها ميجان، وأختها بتطلب منها تتواصل معاهم لأن أمهم لقت الصورة القديمة في الدولاب وبدأت تفتكر الماضي بتاعهم. وبنشوف إن الصور دي لعيلتهم وكان عندهم أخ ولد كمان. وبعد المكالمة دي ميجان بتتواصل مع أوليفر وبيتفقوا يتقابلوا على الغداء. وأثناء الأكل أوليفر بيبدأ يحكي عن نفسه وبيقول إنه اتقبض عليه سنة 99 ومعاه كمية كبيرة جدا من المخدرات، لكنه مش فاكر تفاصيل اللي حصل بعد كده. وبعد ما بيخلصوا كيرا بتلاحظ إنه دايما بيدفع الفلوس كاش، فبتبقى عايزة تعرف السبب، وهو بيبرر إنه ما بيثقش في شركات الائتمان وإنه محتفظ بكل بيانات حساباته البنكية في مكان آمن. وأوليفر بدوره بيسألها ليه ملهاش أي حسابات على السوشيال ميديا، فبترد وبتقول إن أختها قبل كده اتسرق حسابها والشخص ده حاول يبتزهم ويغرمهم فلوس، وعلشان كده هي قررت تبعد عن الحوارات دي كلها. وأوليفر ما بيبانش إنه مقتنع بالكلام ده قوي. لكن بعد الغداء بيتفقوا يتقابلوا عندها في البيت على العشاء، وكيرا بترجع بيتها بسرعة وبتبدأ تشيل كل الأوراق اللي ليها علاقة بهويتها المزيفة، وكمان بتشيل ورقة مخبيها في الحيطة. وبتكتشف إن المكان مليان حشرات، فبتقعد تحاول تقتلهم وتنظف الدنيا قبل ما أوليفر يوصل. وبنرجع للحاضر وكارل بيلاحظ حاجة غريبة جدا في الهدوم اللي في الشقة، وبينزل يكلم ليه لكنه بيلاقيها واقفة بتتكلم مع شاب غريب وبياخد رقم عربيته من غير ما يحس، وبيطلع تاني بسرعة. وأول ما بيشوفها بيسألها مين الشاب ده، فبتقوله إنه موزع مخدرات والجيران هم اللي دلوها عليه. وكارل بيشك إنها تعرفه من قبل كده لكن ما بيركزش في النقطة دي دلوقتي، وبيكمل كلامه وبيقول إن المواد اللي كانت في البانيو واضحة إنها مخصصة لإذابة الجثث، لكن الغريب إن الهدوم اللي في البيت مغسولة كويس جدا، وده معناه إن مسرح الجريمة تم التلاعب بيه علشان يبان كأنه اقتحام عصابة أو محاولة سرقة. والهدف الحقيقي كان تضييع وقت الشرطة وهم بيدوروا على هوية الضحية. وبسبب المواد اللي استخدمت الجثة اتحلت لدرجة إنهم مش قادرين يحددوا إذا كانت لراجل ولا ست. وفي اللحظة دي بيوصل صاحب العقار وبيقول إن اسم المستأجر هو أوليفر كينيدي ومن عيلة غنية جدا، والشرطة بتبدأ تدور في هوية صاحب الشقة وبتراجع بياناته. وبنرجع للماضي في اللحظة اللي أوليفر فيها
وبعديها بيوصل لبيت كيرا علشان العشاء، ولما أوليفر بيوصل بيت كيرا بيقعدوا ياكلوا سوا. كيرا بتحاول تعتذر له إنه شقتها مش أحسن حاجة وفوضوية جدا، لكن أوليفر ما بيهتمش خالص وبيغير الموضوع كأنه مش فارق معاه المكان قد ما فارق معاه وجودها. وفي نفس الوقت في بيت مديره مراته بتقول إن أوليفر لازم يمشي من الشركة بسبب المشكلة القديمة اللي حصلت في عيلته من سنين، لكن المدير بيرفض كلامها تماما وبيقول إن أوليفر شاطر ومجتهد، وكمان بيفكرها إن والده كان الوحيد اللي استثمر في الشركة وقت ما الكل كان رافض، وبيطلب منها بوضوح إنها ما تتدخلش في الموضوع ده تاني. وتاني يوم قبل ما أوليفر يخرج من بيت كيرا بتمثل إن جالها تليفون من صاحبة الشقة وبتقول إن لازم تسيب المكان لفترة كبيرة، وأوليفر فورا بيعرض عليها إنها تيجي تعيش عنده، وكيرا بترفض في الأول وده بيخليه يتمسك أكتر بالفكرة ويصمم إنها ما تفضلش لوحدها، وفي الآخر بتوافق. وأول ما بيمشي كيرا بتفتح الجهاز بتاعها وبتبدأ تدور على شركة ليدجر، وفي نفس الوقت أوليفر بتوصل له رسالة غريبة مكتوب عليها اسمه الحقيقي بالكامل أوليفر ليدجر. الاسم ده بيقلقه جدا لأنه عارف إن هويته اللي مستخدمها مش حقيقية، لكن لما بيفتح الظرف بيلاقيه فاضي وده بيخليه يتعصب أكتر وبيحس إن في حد بيراقبه. وكيرا بتكتشف من بحثها إن الشركة اللي شغال فيها أوليفر قيمتها السوقية أكتر من 16 مليار دولار، وده بيخلي الصورة أوضح قدامها إن الموضوع أكبر بكتير. وبنرجع للحاضر وبنشوف كارل بيدور في هوية أوليفر قبل ما يمشي من المكتب، وبيسيب رقم لوحة العربية اللي شاف ليه بتتكلم مع صاحبها، وبيطلب من مديرته خدمة وإنها تعرف العربية دي تبع مين. وكارل بيبقى متأكد إن أوليفر كان منتحل شخصية حد تاني. وبنرجع للماضي، الدكتور النفسي الخاص بأوليفر بيتواصل معاه بخصوص حالته، وأوليفر بيحكي له عن الرسالة الفاضية اللي عليها اسمه الحقيقي، وبيقول إنه قلقان جدا إن يكون حد عارف هويته الحقيقية. والدكتور بيفهم منه إنه دخل في علاقة مع كيرا وبيطلب منه ينهي العلاقة دي فورا لأنها هتأثر عليه قدام، وكمان بينصحه يحرق الرسالة. لكن أوليفر ما بيسمعش الكلام ده وما بينهيش العلاقة ولا حاجة، بالعكس بيتصل بكيرا وبيطلب منها تجيب شنطتها وتعيش معاه. وفي نفس الوقت كيرا بتكلم والدتها علشان تطمن عليها، أو بتفاجئها إن البنك حجز على بيتهم القديم وإن عليهم ديون كبيرة ولازم تتسدد قريب، والخبر ممكن ينتشر في الجرايد. وكيرا بتطمنها وبتقول لها إنها هتتصرف وهتجمع مبلغ كويس جدا وتبعت لهم فلوس خلال شهر. وبنرجع للحاضر والمحققة ليه بتروح مكتب مدير أوليفر وبتشكره إنه وافق يقابلها رغم الحادثة اللي حصلت لمراته، وبتسأله عن أوليفر فبيقول إنه ما جاش الشركة بقاله فترة كبيرة، وليه بتعرفه إن في دواء مهدئ لقوه في بيت أوليفر، وإن لو الضحية مش هو يبقى ممكن يكون واقع في مشكلة خطيرة جدا ولازم يساعدوه. والمدير بيبدأ يقول الحقيقة وإن أوليفر فعلا قابله واتكلموا، لكن قبل ما يكمل كلامه بيدخل كارل المكتب، وفي اللحظة دي المدير بيغير كلامه على طول وبيقول إنه ما يعرفش أكتر من اللي قاله. وكارل بيواجهه إن هوية أوليفر كانت مزيفة وإزاي سمح له يشتغل في الشركة أصلا. المدير بيقول إن ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع وبيحاول إنه ينهي الكلام بسرعة بحجة إن مراته ماتت في حادثة وهو محتاج يروح البيت. رجع للماضي لما كيرا توصل بيت أوليفر علشان تقعد معاه وبتبدأ تحط هدومها وحاجتها في الأوضة وكأنها فعلا بدأت حياة جديدة هناك وهما بيتكلموا سوا. أوليفر بيحكي لها إن هو صغير كان نفسه يبقى رائد فضاء، لكن مع الوقت اهتماماته اتغيرت وبقى مهتم بحاجات تانية خالص. وبيقول لها إن شعار ناسا كان دايما شايفه شبه كرة اللحمة وبيضحك وهو بيقولها وكده يعني، لكن كيرا بتبان تايهة شوية ومش عارفة تفاصيل عن الموضوع مع إنها قبل كده قالت إنها مهتمة بعلوم الفضاء. وفي اللحظة دي أوليفر بيحس إنها يمكن كانت بتكذب عليه أو بتبالغ علشان تعجبه، وملامحه بتبتدي تتغير وبيسيب الأوضة فجأة وبيروح ناحية المطبخ، وبعدها بيحضر حقنة مهدئة في هدوء تام. وكيرا بتدخل الحمام وفي الوقت ده وأوليفر بيفضل مستني. أول ما بتخرج وبترجع الأوضة وبيفتكر إنها نامت بيستنى اللحظة المناسبة وبيمسك الحقنة وبيقرب منها بهدوء، لكن الحقيقة إن كيرا ما كانتش نايمة فعلا. وأول ما بيتأكد إنه مش مركز معاها بتقوم بهدوء وبتخرج من الأوضة وبتروح تجيب كراسة كانت مخبياها وبتكون كاتبة فيها ملاحظات عن طريقة فتح الخزنة الخاصة بأوليفر، وبتقعد قدام الخزنة وبتبدأ تجرب الأرقام اللي مسجلاها. وواضح إنها من بدري بتجمع معلومات وبتخطط للحظة دي بالذات من فترة طويلة ومركزة جدا إنها تفتحها وتعرف إيه اللي هو مخبيه جوه. وتاني يوم كيرا بتصحي أوليفر وبتسأله عن الحقنة اللي كانت واقعة جنبه، وهو بيشرح لها بهدوء إنها حقنة مهدئة الدكتور كاتبها له علشان يعرف ينام بعد ما كل محاولات العلاج فشلت، وبيقول إن عنده حالة مرضية مخليه
بتلاقي الهرمونات المسؤولة عن النوم مش شغالة بكفاءة، وإن المرض ده سببه أخطاء عن الماضي وشعور كبير بالندم. وكيرا بتحاول تسأله أكتر وتعرف، لكنه بيتهرب وبيفتح تليفونه وبيكلم المدير. وفي اللحظة دي كيرا بتلاحظ الرقم السري وهو بيفتح التليفون، وبتقدر إنها تحفظه في دماغها وبتخرج تكتبه في النوتة بتاعتها. وبنرجع للحاضر، المحققة ليه بتحاول تعرف تفاصيل المقابلة اللي حصلت بين أوليفر ومديره، لكن المدير بيرفض يتكلم وبيطلب منها تسيب أوليفر في حاله. وليه بتلمح له إن أوليفر غالبا لسه عايش، وبتبلغ كارل بالمعلومة دي. وبنرجع للماضي، وأوليفر وكيرا خارجين كل واحد على شغله. وفي الطريق كيرا بتقول إنها كانت شغالة في مكان اسمه داليز، وأوليفر بيفتكر إنه محل مشروبات معروف في المدينة، لكنها بتصحح له المعلومة دي وبتقول إنه كان قاعدة عسكرية في مدينة تانية. والكلام ده بيخليه يستغرب شوية. وفي نفس الوقت جيم بتبقى واقفة بعيد بتراقبهم، لكن أوليفر ما بياخدش باله منها. وكيرا بتطلب منه يروح شغله وهي بتمشي في طريق تاني، وبترفض تقف تتكلم مع جين. وبتمشي شوية وبعدين بتاخد طريق مختصر وبترجع البيت تاني. وبنرجع للحاضر، وكارل بيراجع تسجيلات كاميرات المراقبة وبيشوف الشخص الملثم اللي فعل إنذار الحريق، ومحدش قادر يحدد هويته. ولما بيراجعوا التسجيلات الأقدم بيلاحظوا إن أوليفر كان عايش مع بنت في الشقة. وكارل بيبدأ يلاحظ تشابه في البنية والحركة بين صاحب الشقة والشخص الملثم، وبيكملوا المشاهدة. وفجأة بيظهر وش كيرا وواضح جدا في الكاميرا. وبنرجع للماضي، وكيرا بتكلم أختها وبتقول لها إن عندها خطة تجيب بيها فلوس بس مش من شغلها الحالي. وبتعترف إنها ناوية تاخد فلوس من شركة ليدجر، وأختها بتحاول تحذرها من الخطوة دي، لكن كيرا مش مهتمة بالتحذيرات. وفي نفس الوقت أوليفر في الشغل بيبقى مبهر جدا في اجتماع مهم، وبعد الاجتماع ده المدير بيقول له إنه هيبقى حاجة كبيرة قوي وإنه ذكي جدا زي والده. وبعدها أوليفر بيقرر يروح لشغل كيرا، وبيتصل بيها وبيقول لها إنه مستنيها قدام المبنى. وكيرا بتجري علشان ما تتأخرش، لكن أول ما بتوصل بتتعثر وبتقع على الأرض وبتضحك وبتقول يمكن الجزمة مش كويسة. وأوليفر بياخد الموضوع بجدية وبيحذر الموظفين من الأحذية اللي لابسينها. وبعدها بياخد كيرا وبيمشي. وبنرجع للحاضر، وفريق التفتيش بيلاقي جزء من حلق فضة مع الجثة. وليه بتناقش مع كارل وهو بيقول إن الشخص الملثم اللي شغل الإنذار غالبا شريك في الجريمة، وبيبعت لها صورة من الكاميرات فيها أوليفر وكيرا. وبعدها بيجي لها اتصال من مديرتها بتعرفها بالمستجدات، لكن المديرة بتفاجئها إن رقم لوحة العربية اللي ليه كانت بتتكلم مع صاحبها طلع لتاجر مخدرات. والشرطة بدأت تلاحقه. والأسوأ إن في صور من شهر للشاب ده وهو قاعد في عربيته مع ليه. والمديرة بتقفل المكالمة وليه بتحس إنها في مشكلة كبيرة. وبنرجع للماضي، وأوليفر وكيرا بيرجعوا البيت، وكيرا بتغير هدومها. وبنلاحظ إن الحلقة اللي معاها شبه الجزء اللي الشرطة لقته مع الجثة. وبتسمع صوت أوليفر وهو نازل، وبيكون بيراجع البريد وبيلاقي رسالة تانية باسمه، وبيفتحها وبيلاقي رقم تليفون فبيتصل على طول. وبعدها بيطلع الشقة تاني وهو متوتر. وكيرا بتلاحظ رسالة من البنك باسم أوليفر على الترابيزة. والأيام بتعدي وأوليفر لسه بيعاني من الأرق ومش عارف ينام. وفي يوم بياخد العربية وبينزل يلف في الشارع. بالصدفة بيشوف جين، لكن فجأة بيحس إن الدنيا حواليه بتتغير، كأنه بيتوهم وبيخاف. وبيروح للدكتور وبيطلب منه منوم جديد علشان اللي عنده خلص. والدكتور بيديله نوع شوكولاتة فيها مادة مخدرة ومعاه نوع تاني أقوى. ومن كلام أوليفر بيفهم إنه بدأ يشوف جين حبيبته السابقة، وإن في ماضي بينهم، وإنه أذاها قبل كده. وفي الوقت ده كيرا بتبقى لوحدها في البيت، وبتفتح البريد وبتوصل لمعلومات عن حسابات أوليفر وعيلته. وبتتصل بالبنك وبتمثل إنها والدته، والخطة بتمشي معاها تمام جدا. لكن موظف البنك بيبلغها إنها مش هتقدر تستخدم الفلوس قبل إبريل السنة الجاية. فبتقفل الخط بسرعة، وملامحها باين إنها محتاجة خطوة أكبر من كده علشان تقدر تاخد الفلوس. وفي الحاضر بتلاقي المحققة ليه في الزبالة الخاصة بالشقق مظروف مكتوب عليه اسم أوليفر وجواه رقم تليفون. وفي مكتب المديرة المحقق كارل بيقول إن لينوس الشاب اللي شاف المحققة ليه بتتكلم معاه الصبح هي راحت له بعد ما واحدة من الجيران قالت لها عليه معلومات خطيرة. وبيعرف كارل إن الشرطة بتراقب الشاب ده من وقت خروجه من السجن بتهمة الإتجار في الأفيون. والمديرة بتطلب من كارل يسأل أخته ويحاول يوصل للحقيقة بنفسه. والمحققة ليه ما بتلاقيش كارل في مسرح الجريمة فبيزيد إحساسها بالتوتر. وفي الماضي والدة أوليفر بيجي لها اتصال من البنك اللي بتتعامل معاه علشان تقيم الخدمة، لكن بتقول إنها ما اتصلتش بيهم وبتراجع بيانات حسابها. وأوليفر بيوصل البيت، وكيرا ما بتكونش مشغولة غير بالخزنة وإزاي تفتحها. ولما بيوصل أوليفر للشقة بيقابل كيفن مالك العقار وبيتعرفوا على بعض. وكيرا بتجرب الرقم السري الخاص بتليفون أوليفر، لكن الرقم بيطلع غلط. وحظها بيبقى وحش لما بتخرج من الأوضة وبتلاقي أوليفر قدامها وبيسألها كانت بتعمل إيه في الأوضة، لكنها ما بتردش وبتدخل الحمام. وفي الحاضر لما بتقابل المحققة ليه كارل بيسألها عن الشاب لينوس، لكنها بتقول إنها مش عايزة تكذب وفي نفس الوقت مش عايزة تقول الحقيقة علشان عارفة إنه مش هيسامحها. وبتطلب منه يديها فرصة يوم كمان، لأن لو الشرطة عرفت هتدخل السجن ومش هتخرج منه أبدا. وكارل
بيوافق وبيكملوا التحقيق، وبتعرض عليه الرسالة اللي لقتها في سلة المهملات وعليها اسم أوليفر، وبيبان إنه سرق المهدئات من واحدة في المستشفى اللي كان بيتعالج فيها. ولما بيدوروا على اسم المستشفى بيلاقي صورته هناك. وفي الماضي في محل العصير داليز بنشوف أخت كيرا بتقول إن أوليفر يبقى ابن الملياردير الكبير واللي اسمه كاسبر ليدجر ومن نفس المنطقة اللي كانت كيرا عايشة فيها، وإن أوليفر اختفى بعد اتهامه إنه ارتكب جريمة قتل من الدرجة الأولى. وفي الماضي كيرا بتقول لأوليفر إنها دخلت أوضته علشان تلبس واحد من قمصانه، وأوليفر بيصدقها وبيقول لها إن الخزنة اللي في الأوضة بتاعته كانت موجودة في الشقة من قبل ما يجي، وإنه مش عارف الرقم السري بتاعها. وكمان بيقول إنه كان الصبح عند دكتور النفسي، ولما والدته بتتصل عليه ما بيردش لأنه فاكر إنها بتسأله عن حاجة فنية، وبيسيب كيرا في البيت لوحدها وبيمشي. وكيرا بتستغل الفرصة وبتفتح اللاب بتاع أوليفر وبتبدأ تدور على حساباته البنكية وبتعرف اسم البنك، وبتجرب كلمة السر اللي معاه لكنها بتفشل، وبتجرب تاني وبتقدر إنها تنجح المرة دي. وبتيجي رسالة على إيميل أوليفر فبتدخل عليه وبتاخد الرقم اللي ظهر، وبتقدر توصل للحساب وبتلاقي إن فيه أكتر من 11 مليون دولار، وبتمسح أي أثر للدخول بتاعها، وبتكتشف إنه بيحول 25,000 كل شهر للدكتور النفسي لكنها ما بتهتمش، وبتدخل رقم حسابها هي باسم مختلف علشان محدش يعرف ان هي اللي خدت الفلوس، وبتحول 100,000 دولار ومدة التحويل حوالي 14 يوم، وبعدها بتقفل كل حاجة بسرعة وبتحذف الايميلات. وفي الحاضر المحققة ليه بتلاقي مقال عن أوليفر وبتعرف ان والده من اشهر اغنياء المدينة وثروته تخطط المليار، لكن أوليفر متهم في جريمة اسمها جريمة النهر الضيق وفي نفس المدينة اللي كانت كيرا منها، والضحية اسمه بول سبارلينج طالب اعدادي مات سنة 2009، والشرطة لقت جثته على شط النهر، واتهموا طالب تاني اسمه شاين مارتن، لكن معظم الطلبة كانوا شايفين ان أوليفر هو المتهم الأول. والمحققة ليه بتكون عايزة تعيد فتح القضية وتعرف المعلومات الكاملة عنها، وبتلاقي الرقم اللي كان مكتوب في رسالة أوليفر وبتتصل عليه، وبتلاقي البريد الصوتي لبنت اسمها جين ميلر فبتسيب لها رسالة علشان تتصل بيها. والمحقق كارل بيبدأ يدور على الرقم في سجلات الشرطة، وبنرجع للماضي وأوليفر في التمرين بيلاحظ ان بنت بتحاول تصوره وبيتضايق جدا. وفي نفس الوقت كيرا بتتصل بأختها وبتقول لها انها نجحت في تحويل المبلغ المطلوب علشان يسددوا ديونهم وزياده كمان، وان الفلوس من حساب أوليفر. واختها بتفرح جدا وما بتهتمش باللي ممكن يحصل بعد كده، ولما بتطلب منها ترجع المدينه كيرا بترفض وبتقول انها مش عايزه تسيب الشغل اللي هي فيه ولسه في مهمه لازم تخلصها الاول. وفي الحاضر المحقق كارل مش فاهم ليه الخزنه كانت مفتوحه ولا ايه كانت المحتويات اللي جواها، وبيعتقد ان كان فيها سلاح ناري، وخصوصا ان في شظايا على جمجمه الضحيه، ولحد دلوقتي الحقيقه مش كامله. وفي الحاضر المحققة ليه بتقول ان رقم جين لسه مش بيرد، وبتبدأ الشكوك تدور حواليها، وخصوصا انها كانت بتتتبع أوليفر المتهم في قضية قديمة. وبيتصلوا بشرطة المدينة وبيسألوهم عن عنوان جين ميلر الحالي، فبيقولوا ان جين جات الاسم من شهر وقدمت شكوى ان حد دمر عربيتها وسابت عنوانها، ولما الضابط بيدي ليه عنوان الشقة بتتفاجئ ان شقة جين في نفس المبنى اللي هم فيه، وبتنزل تشوف العربية وبتلاقي آثار تدمير واضحة جدا بتدل ان العربية اتدمرت في مكانها. ومن رقم الجراج بيعرفوا رقم الشقة وبيخبطوا على الباب لكن محدش بيفتح. وبنرجع للماضي وأوليفر بيخرج ورا جين علشان يتأكد منها، وبيتصل على الرقم اللي كان لقاه في الرسالة اللي وصلت بيته، فبيكتشف ان الرقم خاص بجين، وبيركب عربيته وبيفضل يراقبها وبيفضل وراها لحد ما بيكتشف انها ساكنة معاه في نفس المبنى، وبيدخل وراها لكن جين بتلاحظ انه كان بيراقبها من بدري، فبتنزل بسرعة من العربية وبتهرب على الأسانسير، وأوليفر ما بيلحقهاش وبيرجع وبيكسر عربيتها في الجراج. وكيفن بيشوف اللي بيحصل في الجراج بتاعه وبينزل بسرعة، وبدل ما يبلغ عن أوليفر بيقوله انه ممكن يمسح التسجيلات مقابل مبلغ مالي، وأوليفر بيطلب منه طلب غريب انه يضربه ويدفع له فلوس علشان يعمل كده. وبنرجع للحاضر والمحقق كارل عايز يراجع كاميرات المراقبة، وبيلاحظ ان التسجيلات مش موضحة كل اللي حصل وفي جزء مفقود من الشريط، وبيبدأ يضغط على كيفن علشان يعترف ايه اللي حصل بالظبط في الجزء الناقص وسبب تحطيم العربية. ولما كارل بيلاقي ان جيم مش بترد بيقول انه هيطلب مذكرة تفتيش لان ممكن تكون متورطة بسبب الرسائل اللي كان بتبعتها لأوليفر باسمه الحقيقي حتى بعد ما غير هويته وسافر بلد تانية. وفي الماضي كيرا كانت زارت أوليفر في مكتبه لكن ما لقيتهوش، وكان المدير إليوت موجود، وبعد ما اتعرف على كيرا اتصل بأوليفر علشان يعرف مكانه وساب له رسالة، وأوليفر سمع الرسالة لكنه كان في البيت وما خرجش بعد ما عرف ان جين ساكنة معاه في نفس المبنى. وأوليفر كلم دكتوره النفسي وحكى له اللي بيحصل، وان جين بتبعت له الرسائل وبتصوره كمان ساكنة في نفس المبنى. وكيرا بتوصل
بتوصل البيت وبتلاقيه بيتكلم مع دكتوره، وبتعرف انه رفض يقطع علاقته بيها زي ما الدكتور طلب، وان التوتر اللي هو فيه سببه انه بقى مهووس بيها. وبتدخل كيرا وبتقفل الجهاز وبتقول انه مش صغير علشان ياخد اوامره من الدكتور، واوليفر بيعترف لها ان حياته خرجت عن السيطرة من اللحظة اللي اتعرفوا فيها على بعض. وكيرا بتحاول تقنعه انها موجودة علشان تساعده، لكنه بيرفض مساعدتها وبيقول لها انهم بقالهم شهر واحد بس يعرفوا بعض، وبيسكت عن باقي كلامه وبيسيبها وبيمشي. والمحقق كارل والمحققة لي بينزلوا يقعدوا في المطعم، وهناك بيتكلموا عن اختفاء جيم ميلر. وفجأة لي بتفتح موضوع قديم وبتقول انه السنة اللي فاتت وقت ما كارل كان مشغول في التحقيق في جريمة قتل ثلاثية، هي استدعت لحادث اطلاق نار من عربية ماشية في الشارع، وشاب اتصاب بطلق ناري. ولما رجعت ارقام العربية اكتشفت انها مسجلة باسم شاب اسمه لينوس، وفي سجله تهم مخدرات لكن مش قتل. ولما تتبعته لقت انه ساكن في شقة في نفس المبنى اللي كان اوليفر ساكن فيه، ولينوس بيسمح لها تدخل شقته وتستجوبه من غير محامي، لكن قبل ما تمشي بيعرض عليها فلوس كرشوة علشان تسيبه في حاله. وكارل بيتفاجئ انها قبلت الرشوة فعلا وقفلت قضيته وكبرت دماغها عن التحقيق، وبيعرف ان الموضوع اتقفل من فترة. وليه بتعترف انها كلمته تاني لما عرفت انه بيبيع مخدرات لخبراء تقنيين، وكانت فاكرة انه ممكن يساعدهم في التحقيق. وفي اللحظة دي بتوصل رسالة لكارل ان مذكرة تفتيش بيت جين ميلر خلاص طلعت، وبيتحركوا فورا. وبنرجع للماضي واوليفر بيحاول يتكلم مع جين وبينزل يزورها، وجين بتقوله انها عارفة حقيقته حتى لو غير هويته، لكنه بيصر ان اسم عيلته كينيدي مش ليدجر، وبيسيبها وبيمشي. وبالليل اوليفر بيرجع بيته وبيدخل يتكلم مع كيرا وبيعتذر لها. وبنرجع للحاضر والشرطة بتقتحم بيت جين وبتدخل وبتلاقي كل حاجة في مكانها، وبيعرفوا ان الشركة اللي بيشتغل فيها اوليفر جين كمان شغالة فيها. وفي الماضي اوليفر وكيرا وهم بيتكلموا، كيرا بتعترف انها حاولت تفتح الخزنة، لكنها بتقول انها كانت عايزة تعرف هو بيفكر في ايه، وانها مش ناوية تسرقه، لكنها بتفضل تسأله عن اللي حصل زمان ومخليه مش بينام كويس، وكمان بياخد مهدئات. واوليفر بيبدأ يتخيل اللي حصل، وبنشوف انه كان على علاقة بموت الطالب بول، وعلاقة اعمق مما كان حد متخيل. وفي الماضي بنشوف اوليفر وكيرا بيقضوا اكتر من 26 يوم مع بعض، وكل حاجة بينهم هادية وطبيعية جدا. وفي اليوم ال 32 كيرا بتطلع الشوكولاتة المخدرة اللي كانت سرقتها من درج اوليفر، وبتقوله انها خبتها لحد ما تيجي مناسبة انهم ياكلوها سوا، وبتبدأ تقنعه ياخد كمية كبيرة علشان يقدر يتكلم براحته ويعترف بكل حاجة، واوليفر بيوافق. وبنرجع للحاضر والشرطة ما بتلاقيش جين في بيتها، وبيعتقدوا ان اوليفر قتلها ونقل جثتها لشقته، لكن اثناء تفتيش شقة جين بيلاقوا اوضة مليانة صور خاصة باوليفر، وبيتضح ان جين هي اللي كانت بتراقبه طول الوقت وعارفة هويته الحقيقية. وبنرجع للماضي بعد ما اوليفر وكيرا بياخدوا المخدر بينزلوا يحتفلوا وسط الناس، وفي نفس الوقت اخت كيرا ووالدتها في مدينة تانية بيستعدوا للاحتفال. وقبل ما يمشوا بتوصل رسالة على موبايل اختها ان مبلغ $100,000 دخل حسابها. وبنرجع للحاضر وقبل ما يكملوا التفتيش بيتفاجئوا ان جين ميلر رجعت البيت، وبيستجوبوها عن كمية الصور اللي عندها اوليفر، فبتقول انها مراسلة وان الصور لخدمة المجلة اللي بتشتغل فيها، وبتدعي ان اوليفر مختل عقليا وان ثروة والده هي اللي خلته يفلت من العقاب. والمحققة لي بتسألها عن الرسائل المجهولة اللي كانت بتبعتها له، فبتعترف ان هدفها كان انها تستفزه مش اكتر علشان يعترف بالجريمة اللي عملها زمان. ولما بيسألوها عن كيرا بتقول انها شافتها اكتر من مرة لكنها ما تعرفش عنها حاجة غير شكلها بس، وبتوصفها انها بنت جميلة جدا لكنها محتالة وكانت بتلاحق اوليفر علشان فلوسه برضه. وبتقول كمان ان كيرا كانت عارفة حقيقته لكنها فضلت معاه. وبيوصل اتصال لمديرة كارل وبتبلغه ان الصحافة بدأت تنشر اخبار عن قضية اوليفر، وكمان بتسأله عن لينوس وعلاقته بالمحققة ليه. وكارل بيبدأ يرد لكنه بيلاحظ صور اوليفر اللي عند جين، وفي نفس الوقت بيغطي على اخته وبيقول انها كانت بتاخد اقوال الشاهد خارج الاسم علشان تسهل التحقيق. والمديرة بتقتنع بكلامه، وكارل بيلاقي في اوضة جين صور للجثة ومخططات للشقة، وجين بتأكد انها متأكدة ان زوجة مدير اليوت ماتت في حادثة مدبرة وان اوليفر هو اللي قتلها. وبنرجع للماضي في نفس يوم الاحتفال، وقبل ما يمشوا من المكان بيقابلوا المدير اليوت وبيعزمهم على مشروب، واوليفر بيتفاجئ ان جين موجودة وبتعرف المدير كمان، وبيفضل هادي وبيسيبهم يتعرفوا على بعض. واوليفر بيعرف ان المدير اليوت سمح لجين تسكن في نفس المبنى بسبب الشغل، وان زوجة اليوت كانت اتعرفت عليها بعد فضيحة كبيرة حصلت في الشركة، وان جين هي اللي انقذتهم. والدوائر كلها بتبدأ تقفل على بعض من غير ما حد يعرف مين السبب الرئيسي. ولما اوليفر بيقوم يجيب مشروب، جين بتقول قدام كيرا ان اوليفر مش زي ما هي فاكرة وان اسمه الحقيقي اوليفر ليدجر، وكيرا بتسمعهم من غير ما تبين اهتمام وبتقول لهم يهتموا بشؤونهم الخاصة. واوليفر بيقول لمديره اليوت ان جين ساكنة في نفس المبنى
علشان تعمل أبحاث عنه وتراقبه، وإليوت بيتفاجئ لكنه بيطلب من أوليفر يقول الحقيقة لكيرا، وأوليفر بيفتكر اللي حصل في علاقته اللي فاتت وبيقول إن الأحسن إن كيرا ما تعرفش، وكيرا بتعرف إن زوجة إليوت هي اللي عينت جين علشان تراقب أوليفر، وبيطلبوا منها كمان تحاول تقنعه يتكلم مع جين، وبيعرفوها إنها مش أول بنت تدخل حياته، وإنه كان مرتبط ببنت في لندن اسمها لوسي وكان ناوي يتجوزها، ولما قال لها الحقيقة خافت جدا منه وهربت. وبتوصل رسالة كيرا من أختها بعد ما شافت الفلوس الكتير اللي أختها بعتتها، وكيرا بتخرج من المكان من غير أوليفر، وإليوت بيحاول يهدي أوليفر علشان ما يخرجش وراها فورا، وبيطلب منه يسامح مراته على تصرفاتها، وبيقوله كمان إنه هيتكلم معاها علشان تبعد جين عنه. وكيرا بتتصل بأختها وبيبان إن أختها مش مرتاحة وبتشوف إن المبلغ كبير جدا، لكن كيرا بتقنعها إن فلوس العيلة دي كتير جدا ومش هتفرق معاهم، واختها بتتفاجئ من المعلومات اللي بتسمعها، وكيرا بتضطر تعترف إنها على علاقة بأوليفر، واختها بتغضب جدا وبتقفل السكة. وكيرا بتتفاجئ إن جين كانت سامعة مكالمتها وبتبدأ تساومها، وبتقول إنها محتاجة شهادة رسمية من أوليفر إنه ارتكب الجريمة. وجين بتتصدم أكتر لما بتعرف إن كيرا عارفة أصلا إنه قاتل، وإنها كانت مراقباه من فترة، وإنها مش هتقول لها تفاصيل موت بول. وجين بتخرج من المكان بسرعة وهي خايفة ومتوترة، وكيرا بتمشي مع أوليفر. وفي الحاضر كارل بيلاقي هدوم الشخص الملثم في شقة جين، وبينادي على المحققة ليه وبيعرض عليها إن الدليل بيثبت إن جين دخلت شقة أوليفر قبلهم وشغلت الإنذار، والشرطة بتقبض عليها بتهمة السطو. وبنرجع للماضي، وكيرا بتخرج من الحانة وبتسيب أوليفر لوحده، وبتمشي في المدينة، والمخدر بيبدأ يشتغل عليها هي كمان وما بتكونش مركزة، وبترجع البيت علشان تاخد حاجتها وهتقطع علاقتها بأوليفر نهائيا. وفي نفس الوقت أوليفر بيفضل ماشي ورا زوجة إليوت، ولما بتحاول تتجنبه ما بتاخدش بالها من عربية جاية وبتحصل حادثة. وفي الحاضر بيبدأ تشريح الجثة، وكارل منتظر النتيجة، والمحققة ليه بتركب العربية مع لينوس وبتمشي. وكيرا بتكلم أختها وبتقول لها إنها راجعة البيت من غير ما تعرف إن أختها أصلا في الطريق للمكان اللي هي فيه. وكارل بيقابل الدكتورة الشرعية وبيسألها عن نتيجة مبدئية للضحية، وبيتصدم لما بيعرف إن الجثة لراجل مش ست. وفي الماضي أوليفر بيرجع البيت وبيلاقي إن كيرا بتستعد علشان هتمشي، فبيقول لها إنه هيحكي لها الحقيقة. وفي الماضي أوليفر بيبدأ يحكي وبيقول إنه كان صديق لبول وشاين، وإنهم كانوا دايما قريب من المدرسة وبيهزروا سوا، لكن في مرة شاين بيتخانق مع بول وبدأ يغرقه في المية، وأوليفر كان واقف بيتفرج وما اتدخلش لحد ما بول مات. وبيعترف إنه ندمان على اللي حصل، وبيطلب من كيرا إنها تفضل معاه، لكن كيرا بتقوله إنها هتسيبه وبتطلب منه ما يجيش وراها. وبنرجع للحاضر، وكارل بيتصل على لي وبيقول لها على المعلومة اللي وصل لها، لكنها في الوقت ده بتكون مع لينوس. ولينوس بيقترح عليها إنهم يتكلموا مع عائلة بول ضحية النهر، وكارل بيلاحظ إن لي بتتصرف بغرابة، فبيفتح تحديد موقعها وبيلاقيها قريبة منه. ولي بتطلب من لينوس يبعد عنها في الوقت ده وينهي علاقتهم لأنهم ممكن يتكشفوا في أي وقت. وفي نفس الوقت ده كيرا بتكون رجعت لشقتها القديمة، ولكنها بتلاقي الباب مفتوح وأختها وصلت وعرفت كل حاجة، وإنها انتحلت شخصية تانية وعاشت مع قاتل أخوهم. وكيرا بتبرر إنها عملت كده علشان العيلة ومستقبلهم اللي ضاع بعد موت أخوهم وطلاق والدتهم، لكن أختها ما بتقتنعش بالكلام ده، وبتقول إن كيرا بقت مغرمة بقاتل أخوهم، وبتطلع مسدس من شنطتها وبتقول إنها تساعدها تقتله ويتخلصوا من كل الآثار دي. وكيرا بترفض وبتقول لها هتتعامل مع الموضوع ده لوحدها، وبتسيب لها المسدس وبتمشي. وتاني يوم والدة أوليفر بتتصل عليه، ولما بيرد بتعزيه في زوجة إليوت وبتقوله إنها كانت دايما بتكرهها. وفي الحاضر لي بتقول للينوس إنها عايزة تنهي علاقتهم، لكنه بيرفض وبيهددها إنها تقول للكل إنه المخبر بتاعها وإلا هيقول لكارل على علاقتهم. ولي بترفض وبتأكد إن العلاقة انتهت، وكارل بيوصل وبيكون على وشك إنه يضرب لينوس، لكن لي بتمنعه ولينوس بيمشي. وكارل بيلاحظ سلسلة واقعة على الأرض فبياخدها من غير ما يتكلم. وبنرجع للماضي، وأوليفر بيروح لبيت كيرا القديم وما بيلاقيهاش، لكن بيلاقي بطاقة هويتها وبيحتفظ بيها، وبيقابل واحد من الجيران وبيسأله عنها لكنه ما يعرفهاش. وأوليفر بيتفاجئ إن البيت ما كانش فيه أي رش مبيدات، وبيفهم إن كيرا خدعته علشان تعيش معاه، وبيروح المبنى اللي المفروض إنها شغالة فيه وبيسأل عنها، لكنه بيكتشف إن بياناتها كلها مزورة. وفي نفس الوقت أخت كيرا بتوصل بعربيتها لعيادة الدكتور دان الطبيب النفسي بتاع أوليفر، وبتبدأ قدام المرضى تتهمه إنه متحرش بالأطفال وبيتاجر بالمخدرات. والدكتور بيقفل العيادة وبيتكلم مع شيلا وبيعرف منها إن أوليفر عايش مع أختها الصغيرة ميجان واسمها المستعار كيرا، وبتطلب منه يتصل بأوليفر ويقول له يبعد عن ميجان وينساها تماما. وميجان بتكون في الحانة اللي كانت بتقعد فيها مع أوليفر، وبتتعرف على شخصية جديدة هناك وبتحكي لها اللي عملته معاه، وبتعترف إنها محتارة بين إنها تقتل نفسها أو تقتل أوليفر. وأوليفر بيرجع البيت بيدور في أوضة ميجان علشان يعرف مكانها، لكن ما بيلاقيش دليل، وبيجيب حقنة مهدئة وبيحقن نفسه علشان يقدر ينام. وقبل ما المفعول
بيحاول يشتغل بيلاقي كراسة فيها معلومات كتير عنه، وبيفهم إن ميجان كانت بتجمع كل تفاصيل حياته. والمهدئ بيبدأ يشتغل فبيدخل الحمام بسرعة وبينزل في البانيو. وفي الحاضر كارل ولي بيوصلوا البيت والدة بول ضحية النهر، ولكن المفاجأة بتكون إنها مش والدة ميجان وشيلا أصلا. والدكتور بيحاول يتواصل مع أوليفر ولكنه مش بيرد، وفي آخر لحظة بيرد والمهدئ بيمنعه من الكلام. والدكتور بيقوله إن ميجان تبقى أخت شاين وإنها قربت منه علشان تنتقم لسجن أخوها. وفي اللحظة دي ميجان بتوصل وبتاخد التليفون وبتقول إن أوليفر عرف خلاص، وبتقفل الخط. وبنرجع للماضي من 16 سنة وقت الحادثة، وأوليفر وشاين كانوا بيتكلموا عن الجامعات اللي هيدخلوها بعد الثانوي. وشاين كان قلقان جدا بسبب المصاريف العالية، وكان واضح إنه بيحسد أوليفر على الفلوس والحياة المريحة اللي عايشها. ولما بول وصل كان التوتر باين على أوليفر، وشاين بيطلب من أوليفر يدي بول فرصة تانية ويبقوا صحاب من جديد. لكن بول كان غضبان ومتضايق، وفضل يتريق على أوليفر إنه سايب حياته المرفهة وقاعد معاهم في مكان وحش. وقال كمان إن والده ووالدته هينفصلوا وإن بيتهم هيتباع. وكان في مشكلة قديمة بين شاين وبول لأن والد بول اتهم بالسرقة. والدة شاين نشرت الخبر ده بين الناس، وبول كان متضايق لأن والدته كانت مظلومة، والمناقشة تحولت لخناقة. وأوليفر ما قدرش يمنعهم لأنهم أقوى منه، وبول نزل المية وبدأ يغرق شاين. وأوليفر بيتدخل وبيحاول يمنعهم، لكن الاتنين بيغرقوا في المية. وأوليفر وشاين بيرجعوا البيت، لكن بول مرجعش، والاتنين اتفقوا على القصة اللي هيقولوها للشرطة. وشاين كان عارف إن أوليفر ساعده قبل ما بول يموت، لكن أوليفر ما قدرش يكمل حياته طبيعي، وفضل طول الوقت حاسس بالذنب. واتصل بوالده وقال له إنه قتل طالب باسمه بول. وتاني يوم المحقق شان أخد أقوال أوليفر، وأوليفر حكى قصة تبعده عن التهمة. ولما جه دور شاين تم القبض عليه قبل ما يترحل للسجن. هجم على أوليفر وسبب له العلامة اللي على جسمه. وأوليفر رجع البيت وجرح نفسه في نفس المكان. ولما راح المدرسة ما قدرش ينزل من العربية، وقابله الدكتور دان في الوقت ده ووصله البيت واداله جرعة مهدئ وسابه يرتاح. لكن أوليفر ناداله واعترف له بالحقيقة اللي حصلت عند النهر. والدكتور دان خرج واتصل بوالد أوليفر وطلب إنه يبقى الطبيب النفسي لأوليفر مقابل مبلغ كبير، لأنه عرف تفاصيل الواقعة الحقيقية. وعيلة شاين دخلت في حالة صعبة جدا بعد سجنه. وقبل المحاكمة ميجان قالت لوالدتها إنها شافت شاين نازل من عربية أوليفر وإنه مرجعش البيت بعد التدريب على طول. لكن والدتها اعتقدت إنها بتكذب علشان تلفت الانتباه. وهيئة المحلفين قررت إن شاين مذنب. ولما أوليفر عرف ما بقاش قادر ينام، وكلم الدكتور وقال له إنه عايز يزور شاين في السجن ويسيب له رسالة. والدكتور بيرفض وبيقترح ياخد الرسالة ويوصلها بنفسه. الدكتور بياخد الرسالة وبيقراها وبيلاقي إن أوليفر بيطلب من شاين يسامحه. ولما راح له السجن بدأ يأثر على تفكير شاين وعرض عليه فلوس مقابل إنه يعترف بالذنب رسميا، لأن عيلة أوليفر غنية جدا. وكمان حرضه إنه يقتل نفسه قبل انتهاء القضية علشان يبقى بريء قدام الناس والقانون. وتاني يوم الأخبار أعلنت إن شاين انتحر، وأوليفر دخل في صدمة أكبر من كده. والدكتور دان بدأ يتحكم فيه أكتر وياخد فلوس منه. وشيلا راحت مكتب الدكتور دان وسألته عن اللي قاله شاين قبل ما يموت، لكنه حاول يسيطر على تفكيرها بكلامه وهي ضربته ومشيت. ولما رجعت البيت ميجان قالت لها ان شاين رجع يوم حادثة بول في عربية أوليفر، وكان الوقت متأخر جدا. وشيلا فهمت ان اخوها كان متورط مع أوليفر، وانه ممكن يكون خاف يقول اسمه لان عيلته قوية جدا وممكن تأذيهم. وبنرجع للحاضر وشيلا بتسمع خبط على الباب، ولما بتفتح بتلاقي الشرطة بتسأل عن ميجان وبيعرفوها ان اسمها المستعار كان كيرا. لكن شيلا بتنكر انها تعرف اي حاجة عن اختها او حتى اذا كانت لسه عايشة ولا لا. وبنرجع للماضي وكيرا بتستنى أوليفر لحد ما يفوق من النوم، وبتقعد قدامه وبتعترف له انها في الحقيقة ميجان، وانها شافت اخوها شاين يوم الحادثة وهو راجع بالعربية مع أوليفر. لكنها وقتها ما قدرتش تتكلم لان محدش كان هيصدقها. وميجان بتقول انها بدأت تخطط لكل حاجة علشان توقع أوليفر وتخليه يدفع الثمن، وقربت منه باسمه مزيف وجمعت معلومات عنه ودخلت حياته خطوة بخطوة. لكن مع الوقت مشاعرها اتغيرت، حبته فعلا. وأوليفر بيسمعها وبيقول لها انه اسف على اللي حصل منه زمان، وان شاين ما كانش له اي ذنب، وان هو السبب الحقيقي في كل اللي حصل. والاعتراف ده بيقربهم من بعض تاني وبيرجعوا لعلاقتهم وكانهم بيحاولوا يبداوا من جديد. وبنرجع للحاضر والمحقق كارل والمحققة لي بيرجعوا بالعربية وبيفكروا ان الخطوة الجاية هي البحث عن ميجان وأوليفر بعد كل اللي اكتشفوه. وفجأة عربية بتهاجمهم وبيتفتح عليهم نار، لكنها بتختفي بسرعة من الطريق وبتتحول القضية من مطاردة ماضي قديم لمواجهة اخطر بكتير. وبنرجع تاني للماضي قبل الحادثة
ب140 يوم، وميجان بتكون في بيتها وبتعرف إن البنك هيحجز على البيت بسبب الديون، وفي نفس الوقت بيوصل لها خبر إن أوليفر في ولاية بوسطن والمسافة قريبة منهم، وبتعرف اسم الشركة اللي شغال فيها وبتبدأ تراجع كل الصور اللي كانت في دفتر أخوها شاين، وبتكتشف إن أوليفر بيحب علوم الفضاء وبتراقبه طول الوقت لحد ما بتوصل للحظة اللي بتقابله فيها، والأحداث بتروح بينا لحظة خروج كارل والمحققة ليه من العربية بعد الهجوم من غير أي إصابات، وليه بتبقى متأكدة إن لينوس هو اللي عمل كده، وبتوصل رسالة من دكتورة الطب الشرعي إن نتيجة التشريح هيستلموها تاني يوم. وبنرجع للماضي بعد ما الدكتور دان عرف بعلاقة ميجان وأوليفر، وبيروح بيت أوليفر، وفي الوقت ده أوليفر وميجان بيكونوا بيتعرفوا على بعض من أول وجديد بهويتهم الحقيقية. وفجأة أوليفر بيلاقي الدكتور دان بيخبط على الباب، والدكتور بيشوف إن ميجان رجعت لحياة أوليفر بهويتها الحقيقية وهو تقبلها زي ما هي، لكن الدكتور دان ما بيتقبلش الفكرة، وأوليفر بيطلب منه إن علاقتهم تنتهي ومش عايز يتكلم معاه تاني، لكن الدكتور دان بيهدده بالرسالة اللي كتبها، وهو بيعترف لشاين بذنبه وبيفهمه إن هو السبب في انتحار شاين وإنه مستعد يبلغ عنه، وقبل ما يمشي بيطلب منه 10 مليون دولار مقابل السكوت. وفي اللحظة دي ميجان بتضربه على دماغه وبيقع على الأرض وبيموت، ونتيجة الفحص الطبي بتأكد نفس الكلام وبتوضح إن الجثة لذكر وبياناته موجودة، وبيطلع إن الدكتور دان، وبتعرف المحققة ليه إن الدكتور دان اتسحبت رخصته من 2 لأنه كان بيجبر المرضى إنهم يهربوا مادة مخدرة من المستشفيات لحسابه. وكارل بيسأل ليه هتقول إيه للمديرة عن الحادثة اللي فاتت، ولما بتتردد بيخرج كارل السلسلة الخاصة بلينوس وبيقول إنه هيستغلها في الوقت المناسب. وبنرجع لأوليفر وميجان وهم بيفكروا يتخلصوا إزاي من جثة الدكتور، وميجان بتتصل بأختها وبيتفقوا إنهم يستخدموا مواد كيميائية تدوب الجثة ويصعب التعرف عليها، وكمان هي وأوليفر هيختفوا فترة طويلة جدا لحد ما الموضوع ده يهدى. وأوليفر بيقول لها الرقم السري للخزنة وبتلاقي جواها فلوس كتير جدا، فبيطلب منها تاخد الشنط وبعدين تقابله في مهبط الطائرات الخاصة ومع الشنطة. والشرطة بتراجع كاميرات المراقبة، وكارل بيسأل كيفن لو لينوس ظهر في التسجيلات، وبيبان ان كارل عايز يورط لينوس ويتخلص منه. وبيلاحظ كارل وجود الدكتور دان وهو طالع شقة أوليفر وبياخد نسخة من التسجيلات. وميجان بتقابل أختها زي ما اتفقوا وبتقول لها ان أوليفر كان عايز يتحمل المسؤولية زمان لكن الدكتور دان منعه. وأوليفر بيقابل مديره إليوت وبيعزيه في وفاة مراته، وبيقول له انه هيختفي فترة كبيرة وبيحكي له اللي حصل. وفي الحاضر كارل بيدخل غرفة الأدلة وبيغير حاجة فيها، والمحققة ليه بتقول الحقيقة كاملة لمديرتها، لكنها بتلمح ان لينوس ممكن يكون متهم في قضية موت الدكتور دان. وبعدها بيتم إبعاد كارل وليه عن القضية وبيتعين محقق أقل كفاءة منهم. وأوليفر بيروح مع إليوت قدام اسم الشرطة علشان يسلم نفسه ويحمي ميجان ويتحمل المسؤولية لوحده، لكنه قبل ما يدخل بيقرر انه يغير رأيه وبيرجع لها وبيسافروا سوا. والمحقق الجديد بيراجع الأدلة وبيلاقي السلسلة الخاصة بلينوس، وبيتحول لينوس للمتهم الأول في جريمة ما عملهاش، والأخبار بتنتشر في كل مكان. وأوليفر وميجان بيعيشوا حياتهم بحرية وبيخلفوا طفل وبيسموه شاين، لكن رغم الهدوء اللي باين في تفاصيل صغيرة لسه مستخبية وكأن الحقيقة لسه ما اتقالتش كلمتها الأخيرة. ولهنا بيخلص المسلسل. ولو وصلت لغاية هنا قول تحت في التعليقات انت كنت متوقع النهاية تبقى عاملة ازاي، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.